أنت يمني، أنت حر، أنت لا توقف مع أي طرف سواء يوالي الرياض أو يوالي إيران. أنت توقف مع الوطن وأبناء البلاد وأبناء الأرض. عليك أن تطالب بإعادة تنشيط اتفاقية الطائف ومطالبة بها من جديد، أو إعادة الأراضي اليمنية، أو تنفيذ الشروط الذي حصل بالاتفاقية. لا نتبع جماعة تتبع إيران، ولا نتبع جماعة تتبع حكومة الرياض دول الخليج. نحن جماعة وشعب نتبع مصلحة الشعب والأرض اليمنية. حوار يمني مطالبة بتنشيط اتفاقية الطائف. إذا كنتم يمنيين هاشتاج ظلون استمرون بالمطالبة هذه مو لعب جهال. السياسة مو لعب ترند أو هاشتاج إنك عشان تتصدى مشاهدات أو لايكات أو تعليق. على الشعب أن يظل يطالب بتنشيط كل الملفات والقضايا الموجودة اللي كانت باتفاقية ما بين اليمن والسعودي، والذي قتل بسببها إبراهيم الحمدي. إذا أنت يمني حر راح تظل تتكلم بها، لا بتوقف مع الحوثي الذي يوالي إيران، ولا بتوقف مع الحكومة اللي جالسة فيها هارب لها 9 سنوات في المملكة العربية السعودية، اللي هي دليل وخاضعة للمملكة العربية السعودية. لو هم أحرار إن عندهم حضرموت، عندهم المهرة، عندهم مارب، عندهم الجنوب، مناطق محررة، ما حد راح يقتلهم ولا يغتالهم، ولا حد راح يجيهم. كانوا يظلون في اليمن يقاتلون يجابهون، هذا اللي يستعيد وطن. إذا كنت يمني شريف تدافع عن الأرض والعرض والشرف، طالب الحوثي أن يتكلم بالقضايا اليمنية الذي حصل بين اتفاقيات بين اليمن والسعودية من عام 1924 حتى اليوم عام 2024. أما يضحكون علينا ويغسلون دماغنا بكلام فاضي لا تصدقون.